ويا هلا. حابة أشارككم معلومة سريعة جدا وبسيطة قوي في الفروق شوية ما بين التريكو والكروشيه التونسي، سواء ده بقى دائري أو عادي. البكرة بتاعتي أهي، ده هيمالايا اسطنبول. في بقى حاجة أنا حبيت أشتغله تريكو، وكان بالإبرة دي. الإبرة دي رقم 3.5، والريزولت بتاعها عشان يكون متماسك وماسك نفسه كده ويعيش شوية فترة، فكان بالطريقة دي. طبعا دي غرزة عدل عادي وبالإبرة الصغيرة، فحبيت ان انا اشتغلها. فطلع معايا النتيجة زي ما انتم شايفين دلوقتي، ضيقة جدا، وتقريبا تفاصيل الخيط اللي هو اللون الهايش، الدرجات اللون مش باينة، الهيشان بتاع الفتلة مش باين، فهو عبارة عن قطعة نسيج وطبعا تحفة فنية. ولكن انا حابة ابرز جمال الخيط ان هو كحلي، والكحلي زي ما انتم عارفين ما فيهوش يعني تفاصيل. مهما حاولتي تعملي تفاصيل في القماشة هو بيكون اللون داكن. فحابة ان انا اغير، فرحت عملته كروشيه تونسي. تمام. وزي ما انتم شايفين النتيجة هنا واو. انا بحب على فكرة التريكو وبشتغل الكروشيه التونسي، ولكن النتيجة في الكروشيه التونسي مبهجة جدا. درجة اللون باللمعان الضية كده بتاعت الفتلة اللي هي موجودة هنا فعليا ظاهرة قوي هنا اهو، ولكن على طول اللون بقى اغمق شوية، متماسك اكتر، تفاصيل الخيط والهيشان بتاعه مش باين مع التريكو. فاعتمدته بالابره دي اللي انا هشتغل بيها. على فكره البلوفر بتاعي ابره دائريه، الناس اللي كانت بتسال هي كروشيه تونسي دائري بستخدمها كبديل. ده بس فرق النتيجه ما بين التريكو والكروشيه، بس في النتيجه بسيطه جدا جدا جدا. زي الخيط ده، شوفوا هي نفس الغرزة، ولكن مع اختلاف انواع الشغل سواء تريكو او كروشيه تونسي. شوفوا النتيجة بس بتكون عاملة ازاي. اتمنى لكم يوم جميل، مع السلامة، باي.